انت تعرف ان السكر من اكتر الامراض انتشارا في العالم؟ طيب هو اصلا السكر مرض ولا اسلوب حياة؟ طيب هو ليه اصلا احيانا جسمنا ممكن يعاند الانسولين؟ بص كمل معايا الفيديو ده للاخر عشان اعرفك ايه القصة من اولها. طيب بص معايا يا غالي، هو انا اكيد مش ينفع اقول لك ازاي تتعامل مع السكر لو عندك يعني من غير ما اعرفك يعني ايه سكر، وبرضه ما ينفعش اعرفك يعني ايه سكر من غير ما اعرفك يعني ايه انسولين الاول. طيب يعني ايه انسولين وايه وظيفته في جسمنا؟ بص، هو الانسولين ده عبارة عن هرمون موجود في جسمنا. الهرمون ده يعتبر هو الهرمون الوحيد في جسمك المسؤول عن انقاص نسبة السكر في الدم. طيب هو بيعمل ايه؟ لما حضرتك بتاكل والاكل بينزل في المعده بتاعتك وبيتهضم وكده وبيطلع منه في الاخر جلوكوز اللي هو سكر احادي. الانسولين ده بيتفرز من البنكرياس، فالانسولين بيعدي على الدم ياخد الجلوكوز ده منه ويلف بيه هو على الخلايا، بعمل زي الام كده اللي بتلف على اولادها بالاكل. بياخد الايه الجلوكوز ويعدي بيه على الخلايا، يدي كل خليه حبه الجلوكوز اللي هي محتاجاها وياخد الباقي معاه لحد ما يخلص كل الخلايا. ماشي، بس طبعا بيبدأ بالمخ. بس للأسف علشان خاطر الخلية تاخد الجلوكوز ده من الأنسولين لازم يكون عليها مستقبل. المستقبل ده بيبقى خاص بالأنسولين، فالأنسولين بيروح يقف على المستقبل ده، فلو المستقبل ده اتعرف عليه بياخد منه السكر، لو ما تعرفش عليه ما بياخدش منه السكر. حكمة ربنا ان المستقبل ده شغال وبيتعرف على الانسولين، فالخلايا بتاخد من الانسولين السكر، فالخلايا بتحس بالشبع لما بتاخد السكر ده، هي بتحس بالشبع، فبالتالي انت ما بتجوعش. تمام. طيب بما ان احنا بقى عرفنا يعني ايه انسولين وايه وظيفته في الجسم، تعال بقى دلوقتي اعرفك يعني ايه سكر. السكر ده نوعين. النوع الاول ده بيكون فيه ان الخلايا اللي بتطلع الانسولين اللي هي موجودة في البنكرياس انضربت بسبب بقى اي مرض بقى وراثي او اجسام مضاده طلعت ضربتها او انها اتدمرت بسبب اي طريقه. المهم انها ما بقتش عارفه تطلع انسولين، يعني الانسولين نسبته قلت في الجسم. تمام كده. تمام، فبالتالي بما ان الانسولين نسبته قلت فالسكر هيعلى، السكر نسبته هتعلى في الدم. يبقى انت كده في تايب 1 اللي هو النوع الاول، الانسولين بيبقى قليل والسكر بيبقى عالي. فانت عشان تعالج ان السكر العالي ده انت لازم تطلع له انسولين، لان جسمك ما بيطلعش انسولين، فانت لازم بقى الشخص ده عشان تعالجه لازم تديله انت ايه انسولين. فانت لما تديله انسولين من بره، الانسولين ده بيخش ايه يقلل نسبة السكر في الدم. طيب وتايب 1 ده بيبقى موجود في الاطفال لحد سن المراهقة اللي هو 17 سنة. ده اللي هو الايه النوع الاول. طيب نيجي بقى للسكر النوع التاني، واللي احنا بنسميه بايه سكر التخان او سكر الكبار في السن، ان هو بيجي للناس الكبيرة في السن او الناس التخينة. اللي بيحصل في النوع التاني من السكر، انا عاوزك تعرف ان البنكرياس بتاعك بيبقى سليم، يعني نسبة الانسولين في جسمك بتبقى طبيعية. طيب بما انها طبيعية، طب ازاي بيجيلي سكر؟ المفروض احنا عارفين ان السكر يعني انسولين قليل، فانا باخد انسولين. لا، النوع ده الانسولين في جسمك طبيعي، بس الخلل في ايه؟ بص هقولك. دلوقتي لما حضرتك بتاكل، ماشي، احنا عارفين ان الاكل بينزل المعده يتهضم، بيطلع في الاخر جلوكوز، والجلوكوز ده بيروح على الدم، وبيجي الانسولين يطلع من البنكرياس، ماشي، يروح على الدم ياخد منه الجلوكوز اللي موجود في الدم ويروح ايه يلف بيه على الخلايا. تمام. فهو بيلف بيه على الخلايا، فللاسف بقى المستقبلات اللي موجوده على الخلايا، احنا عارفين ان الانسولين له مستقبلات موجوده على الخلايا، المستقبلات دي مش حساسه للانسولين، بايظه. المستقبلات دي بايظه، مش عارفه تحس بالانسولين، فبالتالي الانسولين بياخد السكر ويروح بيه للايه الخليه، فالخليه مش عارفاه، فبتقول له لا مش واخده منك حاجه لان انا ما اعرفكش. طيب دلوقتي الخلايا جعانه، الخلايا دلوقتي ما دخلهاش سكر فهتفضل جعانه، ففي حاجه في المخ مثلا اسمها ايه الساتايتي سنتر، ده المسؤول عن الشبع، وده برضو بيبقى لوكشة خلايا كده برضو لازم يدخل لها سكر. فبما ان هي المستقبلات اللي عليها بايظه مش عارفه تحس بالانسولين، فمش هيدخل لها سكر، فبالتالي هتفضل جعان، فانت هتفضل حاسس بالجوع، فهتفضل تاكل تاكل تاكل، فهتفضل تتخن. طيب الحل بقى في المشكله دي ايه؟
الحل إن الدكتور بيكتب للمريض دواء اسمه الانسولين سينسيتايزر. الدواء ده بيشتغل على المستقبلات بتاعت الخلايا، بيزود الحساسية بتاعتها للانسولين، فلما الانسولين دلوقتي يروح لها بعد كده هي بتحس بيه عادي. ماشي، فانا دلوقتي انا ما اديتش انسولين من بره، لا، انا الانسولين موجود في جسمي عادي، بس انا زودت الحساسيه بتاعت المستقبلات اللي موجوده على الخلايا. فبالتالي لما الانسولين يروح للخلايا دي بعد كده، الخليه هتتعرف عليه لان المستقبلات اشتغلت، فبالتالي هي هتاخد منه السكر طبيعي. المهم لازم في كلتا الحالتين انت لازم تخس وتعمل نظام غذائي. من النهارده مفيش غير رياضه ودايت ودايت ورياضه. بعد ما عرفنا بقى الفرق بين النوع الاول والنوع التاني، ان النوع الاول غالبا بيجي مثلا للاطفال لحد سن 17 سنه، والنوع التاني بيجي للكبار في السن. طيب لو انا كدكتور مثلا جالي واحد في رينج مثلا من 15 ل 20 سنه مثلا، في الحاله دي انا ما بقدرش اقول فعليا هو تايب 1 ولا تايب 2، هو النوع الاول ولا النوع التاني. بس في تحليله كده بتتعمل اسمها السي بيبتايد، دي بتفرق بين النوع الاول والنوع التاني. دي لما الدكتور يجيله حد في السن ده هو بيطلب منه التحليله دي عشان يتاكد ده النوع الاول ولا النوع التاني. وفي النهايه انا حابب اقول لك انها سهله، بس انت ما تصعبهاش. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو واشتراك وكومنت وكل حاجه المهم افتكر دايما ان شيرك هيفيد غيرك، وسلام.